عايزك تركز معايا كده وتتخيل اللي انا هقوله لك دلوقتي. عايزك تتخيل انك توصل لحاله انك ما انتش طايق طعم الميه ولا حتى طايق تشوفها قدامك. عايزك تتخيل معايا كده ان ممكن شويه هواء يجوا على وشك يخلوك تنتفض وتترعب كأن جهنم قدامك. بعد الشر عليك طبعا. هو ده بالظبط اللي الفيروس اللي هنتكلم عليه بيعمله. الفيروس ده بيتسبب في قتل 60,000 بني ادم كل سنه، وهو فيروس السعار. فيروس السعار بيأثر على المخ ويصيب الانسان بالهيدروفوبيا اللي هو كره الميه، والايروفوبيا اللي هو كره الهواء. بيخلي عمليه شرب شويه ميه موجعه جدا وبتسبب ورم بالجسم. حرفيا السعار بيقتل البني ادم من العطش. والحقيقه ان فيروس السعار بيتنقل بكذا طريقه، منها العض او اللدغ، وده عن طريق حيوانات او حشرات مصابه بفيروس السعار، او عن طريق لعاب الحيوانات زي الكلاب واللي بتكون مصابه برضه بالسعار. اللعاب المصاب بالسعار لو نزل على جرح صغير على جسم الانسان بينقل الفيروس فورا. فلو لا قدر الله اتعرضت لاي حاجه من دي وانت مش متاكد او ما تعرفش ان كان الحيوان ده مصاب بالسعار ولا لا، تروح برضه فورا للمستشفى. وعلى سبيل الضحك شفت واحد معلق على فيديو للسعار ده بيقول طب انا اتعديت من 6 شهور اروح اكشف؟ لا يا اسطى انت على وضعك.